السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، السيد الإتمام مع استفاضة الشيخ الأستاذ عبد الغني الحسيني، ولا شك أنه الشيخ الأستاذ تجارة والمقدير وضيف لي صفات كبيرة، وثي كذلك للمرة الثانية. ولعلمكم الإتمام أنه الأستاذ حائز على شهادة الماجستير في العلوم الشرعية، والأستاذ بالشريعة مدرسة الثانوية الأقصى الشهيد صالحي، وكذلك في نفس الوقت رئيس مجلس الصلح داير الكيس، وكذلك رئيس جمعية كافليتي. الله يبارك الشيخ أستاذ إلاني علينا إن شاء الله يبارك، وإنسان متواضع لكن مثل السن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فنصير إن شاء الله تبارك وتعالى سيقدم جلسة ومحاضرة حول مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه إتمام قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلان موضوعهم الحساس لتحويج المجتمع مليح الرحمة الرحمة الرحمة. فنرجع في الأستاذ بعض مظاهر النبي عليه الصلاة والسلام: وحيد الملائكة، وحيد الجن، وحيد المؤمنين، وحيد الكفار، وحيد الجمال إلى غير ذلك. انظروا لنا في الأستاذ فليتفضل مشكورا، ويجعل الكشف ربي بميزان حسنة الناس، وليتفضل الأستاذ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أنزله بعلمه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا. زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما ضل. وزكاه في بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدره فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في ذكره فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في طهره فقال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في صدقه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في علمه فقال سبحانه: علمه شديد القوى. وزكاه في حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه في خلقه كله فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. في استفسار عائشة رضي الله عنها تنقص النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ربط في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها ماشي اللي تسمى تحكوا بخدمة الحوايج وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في كيس نديو الجواب مختصر يجمع اسم خدمة الحوايج. الناس كان خلقه القرآن. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، القرآن يسجد القاعدة. غير رب العالمين تعبد في عاش النبي صلى الله عليه وسلم مش اللي يفسد حكمه. عندي في تقول رب العالمين يفعل على النبي صلى الله عليه وسلم زمز ولا يفعل. عندي في تقول رب العالمين لا تفعل على النبي صلى الله عليه وسلم
ذا مزواري بعد النهي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نستطيع إن شاء الله أن نعيش في الآية من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحصة وش كتمشي يا رسول الله؟ تمشي عكيد الرحمن يكري الله العالمين كمل له، ماشي عالم الإنس، عالم الإنس والجن والملائكة والحيوان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وهو أن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم، فأما مؤمنهم فإن الله هداه به وأدخله الإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبلها. يقرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا برحمة في المؤمن الكافر أمشك إلا برحمة في المؤمن لخطر منكم من صد العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا بريس نتيس بي وراء الإيمان، نتيس بي صوت الوحي يوكل اليوم من صد العالمين. كلامي عند المؤمن ما يشهد أن لا إله إلا الله، هل يشهد وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يدخل من الخير ليلة بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، سوى شريك شمال الجنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سوى ريد النبي صلى الله عليه وسلم. سفير يسعى الخبر والقرآن القدس يتساوي السباع. ماذا الكافر؟ يقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الأمم السابقة من الزوال ما إلا خلف من الأنبياء سنز أهله رب العالمين، أهل الحب، أهل السيقاع يتعذب في رب العالمين. ولكن الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم راسك فرنسا رب العالمين وهنيه الكلام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من دمق لك جالسين وهم يتعذب رب العالمين للأمان الأمية ولما للكفار وهنيه الكلام رب العالمين مثل هلاك العام أكلها الأمم السابقة قوم نوح وفرعون وغيرهم. سلكنس وشو صرحنا بشيء العالمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله ادعو على المشركين. قال: إني لن أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. روح الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم: أنس يا رسول الله وش ادعو طرف الكفار؟ أهل الحر العالمين أثنى عتسبنا أهل يكسر بعالمين بالقاعة. إني لن أبعث لعانا ويدش يعرض العالمين يوكن اللعنة ومدن الدعوة الشرير الدن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الهداية والهداية. إنما بعثت رحمة. إيش يعيد رب العالمين بالرحمة ويدش يعرض هذا الكبار مدن الدعوة في أساس الشر. أكيد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقال: وإنما بعثني الله رحمة للعالمين. إيش يعيد رب العالمين بالرحمة العالمين كلها. والعالمين جمع عالم شرينا للعالم إذا قطع مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على الخميس. ولما العالم الملائكة العالم العلوي إلا النبي صلى الله عليه وسلم برحمة في الأسد. ذكر صاحب الشفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ استفسر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام إن يسر إيش يعيد رب العالمين برحمة العالمين إلا وسكسوت رحمين وشو بيش يا رب العالمين؟ هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى علي في القرآن بقوله سبحانه: ذي قوة عند ذي العرش مكين. يقرأ جبريل عليه السلام اللي يقول قدر ثقالا
وعلى المغارب كان يفطروا بزاف، وقال الغالب كيفطروا كيفطر من إبليس إلا يعبد رب العالمين شحال بسنين، ولكن إلا عبد رب العالمين يفطر برحمة الناس، وقال الغالب يفطروا بزاف. يقرب اسمي صغير يوول رب العالمين ينزل في الله، يقرب ذي قوة عند ذي العرش المكين، الحمد لله اطمئن قلبي على الموضوع اليوم يتعذب لخاطر يسعى مازال كلمة رب العالمين كيف يدوس في القرآن الكريم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم برحمة العباد يدون مثل سند لا خاطر يدون مثل العباد الجاهلية بالضلالة، يأكل قوي منه الضعيف ونزل الرواية تثيج أتطلب تعيش بالجاهلية يسد رب العالمين سوى شو النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ضرحين في المؤمنين قال رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمه رب العالمين الرؤوف الرحيم. رب العالمين يسعى رحمة الله نسيد الرؤوف نسيد الرحيم. اسم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يسعى الرأفة يسعى الرحمة الشفقة في الأمية. ولهذا مش حاجة لا ننسى في الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي يمكن قد غرد على سواك لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يمكن قد غرد على سواك كراوين ريت الله بالوجه لا سنفذ بالسواك وتخدم لا تتصرف ولكن قد غرد على سواك وقد غرد الأمية وتزمر ومشتاق نغى الوضوء لكل صلاة ولكن يوجد النبي صلى الله عليه وسلم يظل النبي صلى الله عليه وسلم القيام في رمضان تراويح القيام دي في غرام ويصلح عسل في غرام يوجد النبي صلى الله عليه وسلم دفرت لنا القيام لكن دفرت لنا الصيام كان حريصا على المؤمنين رسم العبادة يوجد النبي صلى الله عليه وسلم زمن العبادة خشية العنت والمشقة يوصيك رب العالمين صرحنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صرحناك ديك رب العالمين فبما رحمة من الله لنت لهم فرتمت ضروسا إلا النبي صلى الله عليه وسلم زينا ضرط بنا العباد سهل الأخلاق ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان العبدين لان يقول وليس السيح وليس يلسيس الزيف وكان يتعرف لك مش معنى لا خليك العباد ولكن الله النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة رحمة المهداة يفتكر رب العالمين بالهدية بلا ما نشرط بلا ما نطلب وصي رب العالمين يفتكر بالهدية صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. إلا النبي صلى الله عليه وسلم يسعى داخل من العذاب الدنيس كلا المشقة أذنت المشركين. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. الناس يا رسول الله مين اللي عندك نتوس فروس لي أحد الناس لا أسمي العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياري بن عبد كلال فلن يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بالقرن استعاني فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا جبريل يناديني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ولقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال
وسلم عليه ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت. الناس النبي صلى الله عليه وسلم تلغي ممكن جبريل عليه السلام يودي بس الملك يتوكل في نسيب وراه تيجي الدولي ولا القاع. الناس: يا رسول الله مشي عيد رب العالمين الغرف أين سمعت الخطبة؟ إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. ما بغيت هذا السلوك الأصيل الوراد يوم بالنسبة للمسيس، وكان اليوم زين غاية الله أثقل من الدم، أحقر من الدم، أكيد حفل كسيفت محوج غير اللي تقول ملحد أن يدعو في الناس الوزين غاية ما لا يتوقفون خلاص أديها الله إن شاء الله ندعو الشر خلاص ملك تكسر يسيز ملك الجبال. ايش يسينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. خاطر أخذ بالك هذا وزاف إن شاء الله ميلو منا مهنين ألم من ذا ينسى هذه سوف رب العالمين زي سن وإذا كان يعبد رب العالمين وسخط من لا شيء أكيد لا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لي سهل ما أكثر من بعيدة. يروح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف شي عنز الوشوش شي عنز المهبال أنا يجي راح النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. ولما بالجهاد في جهاد العدو الكافر يفيد وسط النبي صلى الله عليه وسلم صدق تموت أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. الناس كذلك تنطلق نغتر الأقشيش جهل في سبيل الله ولكن يتوصي النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. جهل في سبيل الله. أغفروني يكفر صرف العالم يجهدكم، ولكن يحفى القلب بالغدر. لا تمثلوا مثل محل وسويا خارج الشيس أتعالقنا أتسوار من الشيس يجيك مغرودا تسمى قرويس تضيف في سبيل الله، ولكن لا تمثلوا. لا تقتلوا وليدا أمشي شمزيان فانطوف راس الكفار راس الجهاد، ولكن يسعى الرحمة صلى الله عليه وسلم. ولما في الكفار إلان عودا إلان خذ الناس الشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الرحمة في الوجه المزيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعندما الأقرع المحابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت من أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. إزرار النبي صلى الله عليه وسلم السجود الحسن باسم النساء. كان الوجه نسوة السجود المطلوب هو الشهود. ناس 9 إلى عرض ويسمى الشيء الجلد سبحان الله. الناس النبي صلى الله عليه وسلم ونكس عنا الرحمة من لا يرحم لا يرحم. قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعراب يستغيث موت أنكم مسعمرة خلونا رحمة ولا وسلم. فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. سيدنا المتوفر الناس النبي صلى الله عليه وسلم
أشهد نخدموا ما يكسو رب العالمين الرحمن ولا ونود وتقيموا الرحمن ما يوسع على الرحمن شي مزيان ما إلا فرحين بارك الله إذا كبرك أنا بالخير كله إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم في وجه مزيان من الداعي في المسجد يسلم على الصبيان بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانه ويمسح رؤوسهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار المدينة المنورة يتسلم في وجه المسجد يعني في المسجد هذه مسحته فوقه المسجد رحمة صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة في الطرف يمكن تكدير المثال النموذج خطأ الأمثلة خير الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه يقال النبي صلى الله عليه وسلم أشحال جبريل أذكر صليت ونكي البالي وأذكر فزلت أذكر فصول صدرات ولكن الناس غير تخلط من الجامعة أذخف رحمة لكن الناس تتقل في الفزلت ولا شيء كيف رديك شو الجامعة من العباد بس إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتظلم كرفة الحسن والحسين في الزريس هذه يقرمين برد يطلع الروس مجد الخطبة سبحان الله بنية صديقة خاصة وسط ولكن ميكس دامهم تسرو قشيش يسرو يرحم الناس يخفف الزريس يركع ويتوضر الرحمة في المرأة يوقف منطوق متقلد سبحان الله لأنه يسعى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه لنا في أهل الكتاب من اليهود والنصارى يدعونا الإسلام يترجب لك القلب ونكشم الإيمان كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذك من النار إسلام النبي صلى الله عليه وسلم سنه بخشيش دو ذلك ولكن يتعاون النبي صلى الله عليه وسلم إسلام يوم يهلك ممكن إلا يوظف النبي صلى الله عليه وسلم يزوري في استسلام الناس مين يحتار الرؤوس الناس تسلم شاهد يطلع بابا سنة زي الناس أطيع أبا القاسم خلنا يكفينا يشاهد وشيشنا يدفع النبي صلى الله عليه وسلم يموت وشيشنا الناس الحمد لله الذي أنقذه من النار نار الإسلام اليوم يشبه الإسلام يفرح النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يسلك جهنم إلا باليهودين يشبه الإسلام أسمعه من عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو عالم من علماء اليهود إلا النبي صلى الله عليه وسلم يفترق خالق في غرض اليهود الناس ايش من عبد الله بن سلام من هو الناس هو سيدنا وابن سيدنا وأعلامنا وابن أعلامنا تنشيخنا العالم القرآن أنا تسمى بس الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ما يكشف بعد الإسلام شوفني قال أفرأيتم من أسلم قالوا حاشا لله إن كان يسلم ونجني على ذلك حاشا لله قال أفرأيتم من أسلم قالوا حاشا لله ما كان يسلم قال أفرأيتم من أسلم قالوا حاشا لله ما كان يسلم قال يا ابن سلام اخرج عليه فخرج وقال يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق فقالوا كذبت بصيغه النبي صلى الله عليه وسلم فغل
يشهد عبد الله بن سلام الناس اليهود تعلم بلي تصح زين النبي صلى الله عليه وسلم يتوصف في التوراة ناس السكبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم يطمع الدهر ويطمع القمروري حتى بأهل الكتاب حتى إذا حضرت جنازة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة حتى تتوارى مهما كان دين الميت. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. ولد المثل الجنازة يبث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة ناس يا رسول الله ويهدو ذلك وش أصبح شيء مسلم مش عارف قال إذا رأيتم الجنازة فقولوا في رواية أليست نفسا ماشي تسي نفسي ماشي للعديل لا نفس أفلتت إلى النار يحزن النبي صلى الله عليه وسلم مريم في ولد ذلك رجعنا من سيد ولكن يسعى رحمه لما في اليهود ولما في النصارى يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يسعى رحمه ولما في الحيوان يوصفه النبي صلى الله عليه وسلم القصة والروايات تسمعوه في العفار العالمين على جانب في كما قلنا السوق في كيسي وخرج من السوق يتشوار الصباط السكريبير يعفى يصاب العالمين وشو ذكر العالم النبي صلى الله عليه وسلم قصصية يوكل أن الرحمة قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا ولما الحيوان يسجر قال في كل كلمة رطبة أجر كلام يسعى تسمى يسجر كل يسعى الحياة أما الحيوان هي رب العالمين أجر. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل فدخل يوما حائطا يشم النبي صلى الله عليه وسلم في الحيث من حيطان الأنصار فإذا جمل فأتاه فجرجر وبلغت عيناه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته والإفراء فسكت. يكشف النبي صلى الله عليه وسلم في الحيث يوزن روس يوم والغم مثل زرار النبي صلى الله عليه وسلم يمسح كامل فعلوا يزن الزوانس يتسروا الغم يمسح لسن النبي صلى الله عليه وسلم يرساه. قال من صاحب الجمل من هو الغمير فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله يكلم والجاز الأنصار يا رسول الله لك لو الغمير فقال صلى الله عليه وسلم أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله إنه شكى إلي أنك تجيعه وتبقيه إشفيد والغمير باللي لزيت مسع تبت في رواية شكى إلي كثرة الكلف وقلة العلف الغمير تروي شكيس النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي ذلك خلة الحيوانات يتبقى الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم الناس تكلف الغمير بزاف وفي تعرف طرف زيت اتقي الله في هذه البهيمة يسعى الرحمن صلى الله عليه وسلم ولما في الحيوان ذي الغم ولما في الجمال ولما في الشجر. عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة استأذنت تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ ذكرت له ذلك فقال هي شجرة
استأذنت ربها عز وجل أن تسلم عليه فأذن لها. قالت تسجل شق القاعة المتوت والنبي صلى الله عليه وسلم معجزاته صلى الله عليه وسلم. الإنسان عليه الصلاة والسلام إناش جريم طلب الإذن رب العالمين أسمح أتسلم النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس. إلا النبي صلى الله عليه وسلم مرد يخدم الخطبة يكتري فيهم الجروب بالجمع. فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان يقعد على الثالثة. صنع ناس النبي صلى الله عليه وسلم منبر ساعة درجتين في ثلاثة يتمدى في الناس ساعة يتزلى في الناس. نشوف تراني. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد. يعني وقالوا من يكسروا اللحاف في الجامعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه في ذكر ورس وهو يخور. فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الساعة ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال ذكر القراءة وهو صوت الركعة أي سلمان يوم القيامة. سبحان الله. فشاهدين ملون شاهدين عباد رحمة لا مثيل لها. يسعى الرحمة ولنا في الجمال يقولون يسعى من الحياة. شو الباري في نفس المجتمع ماشي القصة ما تسمحتم. الرحمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقرب النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. مثل غيب الرحمن رب العالمين إذا قد رحميت مثلوا إذا قدنا الرحمن قالنا غيثنا الرحمين نتوالي سديت روح يونا تقضيت لعالي مس يونا يهدران الناس ويتحاشم عن الناس ويتوليت لعالي الناس عن الناس إلى آخر ذلك. أن لا الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الرحمن في الجمال فقروا كيف مثلنا الأرحام. الرحمة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن تكون في المجتمع، التي ينبغي أن تعود. إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتوصف الرحمة ودي وصف رب العالمين أن أحد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي شعار رب العالمين أحد الأنبياء للعالمين إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يعيش للعالمين ذا رحمن الإنس رحمن الجن إدعاث من الجن يغايس من النبي صلى الله عليه وسلم يغايس من القرآن إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إدعاث من الإيمان برحمة في الملائكة هنا في جبريل عليه السلام. برحمة في الإنس مؤمنهم وكافرهم. المؤمن يسيب مؤمن تريكش من الجنة نتيجة انتفاع الجنة. الكافر يوخر في الأسر العالمين العقاب والعذاب بسوء الأمم السابقة. إلا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الزيادة في القلب الصغير والكبير برحمة في الطوف. هي في رب العالمين ذا يجيب يوكلنيكنا من الحقوق يجيب. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وشوف فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم وتقبلهم في الشهداء، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عزيزا عاجلا غير آجل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عجل فرج هذه الأمة. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.